بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع موضوع حديثا موضوع يعني حديثا موضوع رسول تنه. لا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتين نسبة كلمة سبع رسول الله بين الاعتبار يجي قلنا حديث، يجي حديث بمعنى اللغوي. حديث بمعنى اللغوي أنه قتل. والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع وزن شيء على النبي يعني تخيل او دراو مختلق خاطية شاكرين مصنوع خاطية شاكرين مختلق خاطية درخستن مصنوع خاطية شاكرين سردبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوع الموضوع ما اختلقه وافتراه واحد من الناس يعني درخستي أورتي وافتراك ليه يكشي إنسانا ونسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبارتي رسول الله يعني نسبة تبع رسول الله كده. وجوه معرفة الوضع شكل ناسكنا وضع مرشوة زنبوية وضع الفرحي. يعرف وضع الحديث بوجوه متعددة شبه وجهات إزادين. الأول أن يقر واضعه أن وضعه إنك وري كريه مش إقرار كنا قلت والله ما في حد سوى وضع كريه. كإقرار كإقرار عمر بن الصبح إقرار كريه. قال البخاري في التاريخ الأوسط تاريخ أخذ قوتيه حدثني يحيى اليشكري قلت يحيى حاج مرقوش عن علي بن جرير قال سمعت عمر بن الصبح يقول ساعة عمر تقول أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبة كيف خبر من وضع كده يعني من قلت رسول قلت يا رسول الله قلت طب تكتي ورتي عندك كذا. وكما أقر ميسرة الفارسي شو ميسرة إقرار كده أنه وضع حادثة فضائل القرآن إنك حادثة حق فضيلة القرآن اللي قلت مش كده وحادثة في فضائل علي رضي الله عنه كاجي حتى الفضيلة حزت عديدة. ويلتحق بالإقرار ما يشبهه. فيا إقرار جاب لاحق يعني وك إقرار يكو وك إقرار يعني بزمش إقرار يتبع. مثلا شوا يعني إقرارنا كما يعني أو حالوي إقرارتك. مثلا كأن يحدث الواضع بحديث عن شيخ واضعك وضع حديثك ليه حديثك يجي نقلتك. ويسأل عن مولوده يكتبك أو في شيء كينغا تشيبوي فيذكر تاريخا بس فلان تاريخ ذا تشيبوي تعلم وفاة ذلك الشيخ قبله. تيزانك الشيخ بري تشيبيد به بوفاة كليه هذا شو رواية كليه. ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده وحديث وتناو كليه وش هذا توقع بيجم وضع كليه çünkü دبي الفلان وقت شيء ما وش أخي الشيخ مريبو نكار الشيخ رواية كليه. فهذا الواضع لم يعترف بالوضع اعتراف ناك ولكن اعترافه بوقت مولوده ينزل منزلة إقرار الوضع في وقت اعتراف كيف شيء بناخذ أتكلم شو إقرار رأيك بيجم في حتى وضع كذا çünkü تزاني كواي بري يعني الشيخ مريو وهيك شيء. ومثال ذلك كما قال العراقي من زي يعني طبي أوافي بناكوي نكوي شو عراقي قلت أن مأمون بن أحمد الهروي ادعى أنه سمع من هشام بن عمار بأن مأمون قلت ادعى كده قلت مش هشام صح كده. فسأله الحافظ ابن حبان بن حرب جبير بستيج أوي حدثي أوي قلت لي قلت متى دخلت الشام قلت كين قاعد شامي فقال سنة 50 و200 وصال دسدو بينجز هجري. فقال ابن حبان بيجا فإن هشام الذي تروي عنه مات سنة 45 و200 أو هشام كنت بيجي من روايتكم صار دسدو تشلو بينجز وفاة كده بري توري شامي بين صلاة وفاة كده تشوج روايت كده وشاميش ده نكت. فقال ذلك هشام بن عمار آخر طب جاء قش بيه يعني كتير أوي كتير تنقاي قلت يا هشام يكره ما يكيدني نفياي. الثاني كون ذلك المروي ركيك المعنى مثلا وشيت روايتكم معنى وقع بالي بناي فهمي صار انضم إلى ذلك حركة اللفظي خازبر يعني معنى يجي ناي فهمي إذا خازبر اللفظ يجي ركيك بقى من أمرنا ركيك بقى أو يجي نشانة وضعية. قال ربي وقت طابق بيجم حديثي بلفظ رواية كريه يا كانش معنى بيجم معنى رواية كريه معنى رسول الله ركيك نابه يعني معنى ركيك معنى كنايفي كنت تقص كل قشي نايفه. قال ربيع بن خيثم بيجي إن للحديث ضوءا كضوء النهار حديث را ورونكايكي وكرونكاي روحية تعرفه تفهمتكي وظلمة كظلمة الليل تعرفونك وكتعرفون الشفاء تنكروا واسعاتسي يعني واسع وين شرك حديثي. وقال ابن الجوزي الحديث المنكر حديث منكر مقنع رسول الله يخشعر له جاد طالب العلم يعني كلمة طالب علمي أو دبه بميوي كشتبه وينفر منه قلبه في الغالب قلبه جاي نفرتك. أما ركة اللفظ وحدها أما نم على به صادق اللفظ تنبه فلا تكون دليلا على الوضع نابد دليل وضع احتمال أن يكون رواه بالمعنى رواية كلمة فغير اللفظ الجميل بلفظ آخر رك بل لفظ رسول الله
دقيش بيا بلفظك دني ركت يعني لفظك خشك بلفظك لا خشك. نعم لو كان ركيك اللفظ حديث ركيك لفظي ركيك نخوشه والعربي، ثم ادعى أن هذا هو لفظ النبي وهي رواية بالنبي بخور لفظ بيغمبره صلى الله عليه وسلم، كان ذلك دليلا على أنه كاذب وضع نشانه ثم كده رواتك ويد بحدثه ثانية. مفهوم؟ همشن. الثالث أن تقوم قرينة من حال الراوي على أن ذلك المروي موضوع. حالك حال راوي قرينة دالتك في حديث موضوع، كما وقع لغياث بن إبراهيم. مثلا غياث يكون إبراهيم حي إجبر في ولاية شيبيا، حيث دخل على المهدي كتب الخليفة أو عباسية مهدي، فوجده يلعب بالحمام إذا كتب أواطر بليزة كفوكا، فساق في الحال الصادر النبي صلى الله عليه وسلم همن رابع سند كتشيكلي كشان برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال برسول الله قلت لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل أو جناح. يارشتنا يعني مرف حفرات أو كباوي يارشي إلا أوي دا نصلي دا يعني وكا كمما بابجي تيرامر بابجي أو خفي ياجي مثلا أو بكل سر أو سر دفع مفامر يارشي بك أو حافرين يا وكا مثلا حسبا وانا أو جناح أكل مشكلة. يعني حتى الرسول هي حقي أوادات حقي نشانه داد حقي أويدا سواريه دا وما حقي كبوك أتتنا بفايدة كبوك شيء وانا بو جادي لازم كبوك بو شيء. فزاد في الحديث أو جناح أو ليزي ذاكرية، فعرف المهدي أنه كذب ليجته وخليفة بني زانابون فيمكن جبوي دروات كان جبوي بخش بك، فأمر بذبح الحمام دفش كبوك برضه ودي كبوك شجر. ومن ذلك ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي، شيخ روايات كده حاكم السيف بن عمر التميمي قال قلت كنت عند سعد بن طريف الجم سعد بن فجاء ابنه من الكتاب كوريوش با خوجهات دقودن كتاب واريكو دست زاروكات دقودن جيوان هبون يبكي دقيا قال ما لك وشي بوشته قال يا وقت بيج مكتبيدات يعني. قال ضربني المعلم ولا معلم المخستي. قال لأخزينهم اليوم بوزن إلوان بعدك. حدثني إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا هم سند كتشكر تبع إكرمة ابن عباس رواتك مرفوع معلم صبيانكم شراركم، معلم زاروكي وبيسيوان أقلهم رحمة اليتيم هندك رحمة واش يتيمرا وأغلظهم على المسكين وإيك شدتنا القرش مسكينة. قال في التدريب من القرائن كون الراوي رافضيا والحديث فضائل البيت نشان وضعية مثلا راوي شعيبة وحديث فضائل أهل بيت دابنش من دروك لسروان. الرابع أن يخالف المروي دلالة الكتاب القطعية، مثلا أو شيء روايتك مخالفة دلالة كتاب كسي قرآني أو سنة متواترة بسنة رسول الله متواتر أو إجماع القتل بإجماع القتل أو دليل العقل يرجع عقل سليم قبولناك أو لم يقبل التأويل اللي يوافق ما خالفه وطبيب مخالفة عقل وقبول التأويل يجنك شوف موافق مخالفة خو يجي مسألة مخالفة كتابه وقبول التأويل شيء لو لم يقبل التأويل خذ برتبه تمام. قبل التأويل هناك ليوافق ما خالفه، فأما إن قبل التأويل فلا وطيق بس تمام ظاهري مخالفة آياتي أما تأويل تكيد بموافقة آياتي صورتنا ظاهري مخالفة عقل تأويل تكيد ظاهري مخالفة إجماع تأويل تكيد صورتنا أما اكتنبه فانات شيء كسينا. الخامس أن يكون خبر عن أمر جسيم، مثلا خبر بعض الشيء مزن كما وقت بيجاء ولا يطلقون يا شيء بيه حزار حب إنسان مرنه تتوافر الدواعي على نقله الدواعي يعني سبب في حال بنقل كل برن بمحفل الجمع العظيم يعني الأول قاش جمعته كي مزن، ثم لا يروي له واحد وشيت كسب حسناك ولا دبي فلان تاريخ إذا قوني إذا حزار حب إنسان مرن سلهف وكس أو ثاني بيجي كس نابيجي في أتخاذ كنا تربونا في نشان دمك وضعيه تمام. مم. إيه. السادس أن يبحث عنه طالبه بس حديث هي طالب حسيليت جرف لا يجده في صدور علماء نلجم معلومات بينه ولا في بدون كتب لا تندري كتابات بينه جنبيته. الصعب أن يكون المرء قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على أمر صغير. بس الشيء رواية كرن خدا دقيقة يعني عشري بس تهديدك ما زين سرتشكي بشوك مثلا دبي إيه فلان جناكي بشوك بيجي بدي جهنم. أو الوعد العظيم على الفعل الحقيقي
صوزك مزن قال بسم الله مرة لم يبقى عليه ذنب ذرة. ويكثر هذا في أحاديث القصاص، وأنا قاصد جمع وضحه لجنب كاتشاده. قال السيوطي والسيوطي قوتي: الخبر الموضوع شر الخبر، وذكره لعالم به حضري. خبر موضوع أنت نباشي خبره، وذكره وجه عالم به إكزان به خاطية وحضر جرا من أوكه جرا يصح يعني كان إكزان بموضوع جرا رواية نكا أنجح بيانا بضعيبك نوري مه أحضر وجه ذكره وجه يعني أحضر ذكره يعني بني حضر به. تمام. في أي معنى كان كیا معنی داده تیجی خوازی برای ای او فضایل اعمال دابه خوازی برای احکام دابه فرقناك يعني ممنوع نقلوي إلا واصفا الوضع أنجا قطعي بيجي نوري بيجي موضوع وشغيش بوك بيانا وضعي بكاره بيجي أما أنا رواية كحل رواية إحرام. والوضع فيه عرف جواز تعطي زانين إما بالإقرار ما بين يقول بس إقرار تقول من وضع كده، وما يحكي بنزين ما يقول إقرارك وكم مثلا حالي دالة تسر وضعيتك أو ركتي يا مثلا معناه ركيك بأسألك معناه، وبدليل فيها دليل كده هي تخازك حديث موضوعه. وأن يناوي قاطعا يا مخالفة تشكي قطعي به قاطع كتابه قاطع سنته، وما قبل تأويل وما قبل تأويله وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله. وتأويله يجي قبول ناقه نوري وما قبل بنا تهجد. وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله تأويله حمزة يناي قبل قبل السلام ها كما قبل. لا تطويل مم. بيجت شو أنا بيجي قبل بقى كمفعول يجب عليه مم. قبل جدا باشا. وأن يناوي قاطعا وما قبل تأويله ما نيا قاطع وتأويله يجنا مقبولة. وأن يكون ما نقل أو ياجي مثلا أو شيء نقل كن حيث الدواعي تلفت بنقله دواعي برن بنقله رواية يعني سبب برن ما هو يكون تشكيل مزن والله كمزن شيء بيو رواية. وحيث لا يوجد عندها ياجي بذات كي بروايتك وكم نرجم علمها هي لذلك تبغى. وما به وعد عظيم أو وعيد ياجي صوزك مزن سر عملك عندك يا تهديدك مزن لسر جناهك بشوف يشاهد وجه على حقير وصغيرة شديد. يعني مثلا وعد ما به وعد على حقير يا وعيد على صغيرة يعني والخاصة شديدة بيش وقت تمام. تمام. وما به وعد عظيم أو وعيد على حقير وصغيرة شديد. في تمام بس بس ها. بس وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بأسباب الله ده مع أسباب الله دي كده كاكو مزاده وشما دانينه شما دانينه بيان بيش. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.